أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المساء الرياضي. قبل التفاصيل نرحب في ضيوف هذا المساء. فتحي المودي أهلا وسهلا. أهلا مشاري، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. ريتوا هالفرحة، فما 54 بلد، فما 1,400,000,000 مواطن إفريقي حرمتهم منها الكونفدرالية الإفريقية. ستكون الحرب التي سأعلنها يوميا وكل حصة. ما عندكمش الحق تحرمونا من الفرحة مرة كل عامين. لكنها فرحة جميلة، أجواء استثنائية، السعادة في المنتخبات، نتابع الكل مستمتع، كل منتخب له إرث جميل في فرحة خاصة، عرس كروي في المغرب. وعليش يحرمونا منها، وخاصة الكأس الإفريقية هذه اللي في المغرب فأعلن بمواصفات عالمية. كنا نفرجوا في مقابلة متاع نهائي كأس عالم، مش كأس افريقيا، متاع نهائي كأس عالم بين الكوت ديفوار والكاميرون. واحد بالسيوف اهلا وسهلا. اهلا. بعد فتحي ماذا تقول في هذا التظاهر الجميل اللي نعيشه كل يوم في تفاصيل، في امور مستجده، امور متطوره مستمره، قالبها واطارها دائما الفرح والسعاده، وكذلك الامور التنظيميه المميزه والمستوى الفني العالي. طبعا اهلا مشاري، اهلا بالاصدقاء. طبعا هذه النسخه مثيره جدا. انا كنت اتحدث مع بدر الدين قبل دخول الاستوديو، هذه النسخه افضل نسخه نظمت من حيث الاثاره في اخر 3 سنوات، اخر 3 نسخ وقيمت فيها البطوله ب 24 فريق. نشاهد الان اثاره في الدور الاول وفي الجوله الثانيه، وما بالك يعني كيف ستكون معركه كسر العظام في ادوار اقصائيه. سماح بالاعضاء. معركه صراحه. الله وحيد انت رحت على طول الامور الفنيه، نتكلم عن الاجواء ونتكلم على السعاده ونتكلم دائما نشوف مثل المظاهر. يا اخي سعاده بدر، مساء الخير بدر. والله سعاده، مساء الخير مشاري، ومساء الخير زملائي الاعزاء، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام. سعادة غامرة تغمرنا يعني، ونحن نشاهد يعني هذه المشاهد الجميلة جدا. أنا أتصور أننا أمام ما يمكن أن أصفها بأنها الحقيقة اللي أجمل من الخيال. أنا شخصيا تصورت نسخة استثنائية لكأس أفريقيا للأمم، بالأجواء، بالتنظيمات، بالملاعب، ولكن ما زادها جمالا أولا الإقبال الجماهيري الجميل جدا، ثم أيضا اللاعبين الأفارقة اللي وجدوا في أرضيات الملاعب في الأجواء والمناخ والإقامة فرصة ليقدموا أجمل ما لديهم. نحن لا نشاهد اليوم بطولة كأس أفريقيا للأمم، نحن نشاهد كأس عالم مصغرة بما تحمله الكلمة من معنى. صابر الغراوي اهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل المشاهدين. قلنا قبل انطلاقه هذه الجوله، جوله القمم ترفع الهمم، وبالفعل هذه الجوله اوفت بالوعود والعهود، وشاهدنا 6 مباريات قمم حقيقيه في المجموعات ال6، بدايه من المغرب ومالي، مرورا بمصر وجنوب افريقيا، ووصولا قبل دقائق قليله لمباراه القمه الاخيره في المجموعه السادسه اللي جمعت ما بين كوت ديفوار والكاميرون، ونتائج جيده للمنتخبات العربيه للاسبوع او للجوله الثانيه على التوالي. نتائج مقبوله، صحيح في الجوله الاولى كانت افضل، ولكن حتى هذه الجوله النتائج تعتبر مقبوله الى حد كبير. بالعلامه الكامله وبهدف نجم الفريق وقائد الفريق رياض محرز، الجزائر تنتصر وتتاهل للدور بعد مواجهه اليوم بوركينا فاسو. طبعا في عالم الكرة لا طعم للانتصار إلا بيسبقه عرق، تعب ومعاناة. اليوم شاهدنا مباراة قوية بالنسبة للمنتخب الجزائري، مباراة صعبة أمام منتخب عنيد دائما ما يخلق أمامنا صعوبات كبيرة، سواء في تصفية كأس العالم أو في كأس إفريقيا. المنتخب اليوم قدم مباراة رائعة، وإن كان قد فزنا بهدف واحد في المباراة الماضية، فزنا ب3، قلت أن الأداء لم يقنع، لكن اليوم شاهدنا منتخب يقدم كرة جميلة صراحة، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم وسط ميدان. مدرب صراحة مرونة كبيرة في تغييراته، حتى بعد دقيقة 13 أصيب لاعب كان مهم بالنسبة لي في تشكيلته وهو جوان حجام، لكن لم يغير اللاعب حجام بظهير أيسر، لكن أدخل بنجاح الذي قدم مباراة كبيرة. اليوم أنا بالنسبة لي أعتبر أهم اختبار بالنسبة للمنتخب في طريقه للوصول إلى النهائي، وهذا كان توقعي. اليوم شاهدت منتخب مرشح. كان توقعك؟ أتوقع الوصول الجزائر للمباراة والفوز باللقب.
اليوم تاكدت من خلال القوه البدنيه والتركيز اكثر. يعني في المباراه الماضيه امام السودان لم يتلقى اي هدف، ورغم ذلك كان فيه اخطاء دفاعيه لكن لم يستغلها مهاجمين المنتخب السوداني. اليوم الاخطاء قلت مع ثنائيه عيسى مندي وكذلك رامي بن سبعيد قدم مباراه كبيره. وكذلك فيه نقطه مهمه جدا اليوم شاهدنا عوده اسماعيل بن ناصر الذي عانى بشكل كبير من اصابات ابعدته عن ميلان، ذهب الى مارسيليا وبعدها الى دينامو زاغرب. يعني هذه الخطوات كلها كانت مؤثره عليه نفسيا، حتى كان يعالج هنا في اسباير في اسبيطار، لكن عاد اليوم وشاهدنا نسخه مميزه من بن ناصر اليوم. كانه بن ناصر يقول لنا نحن الان في كان 2019، الآن نحن نشبه نفس المنتخب الذي فاز بلقب في مصر. الآن كل الأوضاع كما قلت المرة الماضية، هذه النسخة تشبه نسخة 2019 بكل شيء. الدفاع قوي، الهجوم حضور جيد، وإن كان قد ضيعنا الكثير من الفرص، لكن هذه الفرص التي ضعناها أنا أتعامل معها بشكل إيجابي. نعم. لأنه في الأخير سيبعد علينا ضغط كبير في المباريات الجاية. فتحي ذكر الكثير من الأمور طماع يعني وحيد يعني من حقه يعني منتصر بالعلامه الكامله، من حقه نفرح. واحنا اول الناس نفرح. تبقى الكاس هذا يقول لي باش نقسموه كل واحد يهز شويه معناها. انتم الاذن والاخرين الاذن والاخر الراس. الناس كل بالطبيعه الطموح مشروع. لكن المنتخب الجزائري اليوم كان يحقق ربما اقوى انتصار وارفع انتصار، لأنه ضيع عديد الأهداف وفي الأخير ما تحققش الأهداف وتضيع الأهداف بالطريقة اللي ريناها تولي تلعب بالنار. والجزائر في الأخير الكرة الأخرى لو حسنوا الاستغلال نتاعها بعد دقيقة 90 منتخب بوركينا فاسو اللي كان ما يستحقش التعادل كان نجم ياخذ التعادل. علاش ما نشاطرش برشا تفاؤل صديقي بسيوف؟ لأنه المنتخب الجزائري كان بإمكانه ينهي المقابلة من الشوط الأول، كان جاهز فنيا بدنيا، الفريق معناها متكامل جدا. فريق بوركينا فاسو صعب جدا. انا نقول لك صعب جدا، نعرف على شنو نتكلم. هو الدابه السوداء الفريق التونسي. طيب بس انت قلت منين نتعداو يعرض لنا بوركينا فاسو. طيب بس انت ذكرت انها تلعب بالنار. هي الظروف قد حتمت على الجزائر ان يكون هذا السيناريو مباراه، مو شيء مقصود يعني بالاخير. لا فما شيء مقصود. لما قلت لك جات اهداف سهله، جات فرص سهله جدا ولم يقع تجسيمها. بطبيعه الحال وقت اللي ما سجلش تقبل. الحمد لله وانه الفريق الجزائري ما قبلش. بالنسبه لي انا اروع ما شاهدته في هذه المباراه. لهذا انا قلت انه كان اختبار قوي بالنسبه للدفاع ايضا. طيب بس فتحي اروع مقاطعه. لا هو قال ما شطركش، انا قلت له فقط. لا بس يكمل فتحي. شوف الفرص معناها فرص ما شاء الله عديده جدا. على كل اروع ما شاهدته في هذه المقابله الحقيقه فرحني برشا كعربي حضور الجماهيري. راه مقابله الجزائر الشقيقه على الأراضي المغربية الشقيقة، ويكون هذا الحضور الكبير من الجماهير المغربية كذلك. محلى الجماهير المغربية داعمة جميلة، داعمة لكل الفرق العربية دون أي انتقاء. فعلا أنا ركزت بداية المقابلة، حبيت نشوف الحضور الجماهيري. والله كان ممكن حتى بعد الهدف في ضربة الجزاء شفت الملعب الكل، فرحت. محلاهم الشعوب الجزائرية والمغربية. تحية لكم. نعم. إذن الجماهير من حقك بدر أن تذكر دعم الجماهير المغربية في كل منتخباتنا في حضورها في وكذلك النجوم الحاضرين على رأسهم رابح ماجر لدعم منتخب بلادهم وهو أسطورة ونجم سابق. وأيضا زين الدين زيدان. أنا أتصور أن المنتخب الجزائري من الآن سيقدم ملتمس لزين الدين زيدان أنه يحضر مع كل مباراة. أنا ذكرت رابح ماجر لأنه جزائري، لكن زين الدين زيدان هو فرنسي ابنه جزائري من أصول جزائرية. كذلك الشاب خالد، كذلك المغني العالمي شاب خالد. شوف صحيح المنتخب الجزائري يبدو وكأنه يلعب في عنابة أو يلعب في مدينة جزائرية،
بالنظر لتواجد هذا الكم الهائل من الجماهير امامه. المنتخب الجزائري اتصور على انه كان ذكيا في تصريف المباراه بالطريقه التي كان يريدها. صحيح انه واجه سوء الحظ بخروج لاعب الحجام يعني كظهير في اول 15 دقيقه، لكن بعد ما سجل الهدف احسن ترويض خيول بوركينا فاسو بهذه العباره. يمكن الحاجه اللي نلوموا عليها كيف قال فتحي انه في هذا زيزو طبعا هذا زيزو الوالده والوالد والاخ والعائله. المنتخب الجزائري يجد نفسه اليوم متأهل من ثاني مباراه الى الدور الثاني. هو من خرج طبعا هذا المطرب العالمي الشاب خالد هو من خرج في اخر دورتين مشاري من الدور الاول. اذا اليوم اسعد ما يكون المنتخب الجزائري بالعلامه الكامله من جولتين، ثم ايضا بالكلين شيت. هو منتخب لم يسجل عليه اي هدف الى غايه الان، ثم ايضا المؤشرات كلها تقول على انه الفريق يتدرج مستواه، وهذا ما يعيد بان يكون واحد من الارقام الصعبه في المعادله او في السباق نحو لقب هذه البطولة. الكثير من الإيجابيات كما تابعنا صابر في حضور زين الدين زيدان وحضور رابح ماجر وكذلك المطرب العالمي الشاب خالد، والتظاهر والتلاحم الجميل للجماهير المغربية، وكذلك انتصار بالعلامة الكاملة وتألق رياض محرز قائد الفريق في تسجيل ركلة الجزاء، وكذلك الأمور الفنية للمنتخب الجزائري. نعم، بحضور زيدان ورابح الجزائري دائما رابح. السلام. بداية الشعر مدام مصر ما تلعبش تعمل في الشعر. بنبقى مرتاحين نفسيا شويه. شوف انا يعني حتى الان لا يوجد منتخب مقنع بنسبه 100%، ولكن إذا رتبنا قائمة المنتخبات الأكثر إقناعاً، أعتقد إن إحنا ممكن نلاقي المنتخب الجزائري في قائمة المنتخبات الأكثر إقناعاً. صحيح مش مقنع بدرجة كبيرة زي ما وحيد أشار في المباراة الأولى، كان في بعض الانتقادات، وحتى النهارده كان في بعض مشكلة إهدار الفرص دي كمان مشكلة تحتاج لعلاج، ولكن في النهاية أعتقد إنه يتصدر قائمة الأكثر إقناعاً. ما يميز المنتخب الجزائري هو التدرج في المستوى، كمان المكاسب العديدة. أنت دلوقتي عندك الهداف اللي هو رياض محرز هداف البطولة، عندك أفضل حارس حتى الآن رقميا لوكا زيدان حتى الآن بشباك نظيفة، وهو بالمناسبة رابع حارس في تاريخ الجزائر يخرج بشباك نظيفة في أول مباراتين. رابع ولا رابح؟ رابع افضل حارس في تاريخ الجزائر على وزن الشعر، يعني انت الشعر يخرج بشباك نظيفة في اول مباراتين. كان اخر حارس مبولحي عملها في 2019 اول مباراتين كمان خرج بشباك نظيفة. ده كلها مؤشرات بتدعو للتفاؤل لدى الجمهور الجزائري. ننتظر المزيد، نعم ننتظر المزيد. هناك اخطاء، نعم هناك اخطاء، ولكن يبقى المنتخب الجزائري جنبا الى جنب مع نيجيريا، مع السنغال، مع مصر الأكثر إقناعاً. حتى المنتخب المغربي اللي ما زال مرشح الأول للبطولة يأتي في مرتبة بعدهم في الأكثر إقناعاً في الفترة الحالية. لنسيم صابر ذكر أن المنتخب الجزائري ليس من أكثر المنتخبات أو من أكثر عفواً المنتخبات الأكثر إقناعاً، لكن ليس الأكثر. تتفق معه؟ ممكن انا اتفق معه باش نبعد العين على المنتخب، لكن انا بالنسبه لي حسب الاداء حتى الان، الاداء اليوم المنتخب الان اكثر مرشح للقب. اكثر منتخب مرشح للقب كان المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي عانى في اخر مباراه امام الكونغو. قياسا بالمباريات الجوله الثانيه اعتقد من قدم وظهر بمستوى جيد سواء في كل الخطوط هو المنتخب الجزائري. اكثر مرشح بالطبيعة عينيه حلوين. قال لك في عينيا، معناها في عينيه حلو. بالطبيعة احنا نتمناه انه يكون من اكثر المرشحين، ولكن احنا بصورة موضوعية شرينا فوق الميدان. كنا نتفرجوا في مقابلة تو فيها الكوت ديفوار والكاميرون، مستوى عالي جدا. معناها بطبيعة حالك تبدا الجزائر مع الكاميرون ثم مقابلة، لكن تقول لي اول مرشح، لا. حتى أنا كنت أشك بالمنتخب الجزائري في الحصة الأولى، وقلت الباهي في المنتخب الجزائري جاي في صمت، ما ينتظروا حتى حد. عدم فضل الخطاب هذا متأكد مدرب المنتخب الجزائري ما يقولوش، لأنه مش يحافظ على التركيز نتاع اللاعبين، لأنه وقت تقول لهم هكايا فما غرور. ثم فرق أخرى اللي ريناهم، عندك الفريق المغربي
عندك الفريق كوت ديفوار، عندك فريق الكاميرون، عندك فريق نيجيريا، عندك السنغال. شو السنغال عملت تعادل مع الكونغو تقول لي دورت حتى شيء. طيب نسيتي الصبر. طيب بس لا وحيد وصول المنتخب هو جاي. قبل قليل ما زلت يا فتحي وصول المنتخب قبل قليل يدل ان الامور ايجابيه وكثير من السعاده. بالطبع احنا من حقه وحيد يعني وهو وصول المنتخب والاجواء ومستانسين وسعاده. يا ودي سعاده وفرحه والدنيا بكل، يا ودي ونفرح انا الجزائر طيب. بحذانا اخواتنا، ولكن لا ما نجمش اليوم موضوعيا نقول المنتخب الجزائري اليوم هو احسن فريق رانا بالجوله الثانيه. يعني كلام وحيد مش موضوع. يا فتحي انت صريح. ها كلام وحيد في جانب من المنطق وجانب كبير من العاطفه. لا يا مشاري، اذا ما قلنا انه منتخب الجزائر اقوى مرشح للمنافسه على اللقب او للفوز باللقب، سنكون قد ظلمنا المنتخبات الاخرى الاتجاهيه. واحنا اليوم بالكاد يعني تتفق مع فتحي ضد؟ لا اتفق انه منتخب الجزائر كان الاكثر اقتناعا مع مجموعه من المنتخبات، اكثر اقناعا. لا هو يعني السؤال هو ذكر ان الاكثر ترشيحا. لا وهو الاقرب لا هو مرشح، لكن ان يكون وحيدا مرشحا للقب دون الاخرين. هو وحيد لانه وحيد مجبرين انه وحيد عايز يا رجل. بس بعطيك صابر. شوف انا بعطيك صابر. شوف احنا قبل بدايه البطوله ترشيحاتنا لم تكن على اساس ما قدمه كل منتخب في البطوله. الان احنا عندنا جولتين. انت حكمك على الجولتين على الجوله الثانيه. ممتاز. الجوله الاولى لو بالعاطفه كنت تحدثت في الجوله الاولى لما فزنا بالثلاثه. ممتاز. اكبر نتيجه في صابر بس ولكن يجب الا تنسى ان الجزائر لم تواجه حتى الان اي منتخب من منتخبات الصف الاول. بوركينا فاسو لا اعتبرها الصف الاول، لكن ليس من اقوى المنتخبات. مصر واجهت جنوب افريقيا من منتخبات الصف الاول وفازت عليها وهي ب10 لاعبين. من اقوى بوركينا فاسو ولا جنوب افريقيا من حيث العناصر؟ من حيث عناصر. انت بتتكلم على عناصر وناس صاعده كاس عالم وتاريخ واسم جنوب افريقيا وانت بتلعبها ب10 لاعبين، وبالرغم من ذلك ما قلتش انه مصر هي الاكثر اقناعا. اعطيني اسماء من الصف الاول. انا والله ما قاطعتك ولا كلمه. انا اعطيك اسماء في بوركينا فاسو. انا ما قاطعتك ولا كلمه. لا خليك اصبر. انا دلوقتي كان كلامي من البدايه قلت انه من المنتخبات الاكثر اقناعا، من المنتخبات الاكثر اقناعا. سميت معاك مصر، سميت معاك نيجيريا كمان الاكثر اقناعا باستثناء فترات، ولكن بس صابر هو يقول بوركينا فاسو يعني سميت معاك اقوى من جنوب افريقيا. اكيد سميت معاك بالنسبه له اقوى. خليني هقول لك ما اقوى من جنوب افريقيا، طبعا مش اقوى من جنوب افريقيا، بس خلينا نمشي اقوى من ساحل العاج، اقوى من الكاميرون. تحدثت على جنوب افريقيا. احنا بنتكلم على بدر بس انا كان صابر يوصل الفكره. انا كان سؤالي هل الجزائر واجهت اي منتخب من منتخبات الصف الاول؟ لم تواجه. وبالتالي لم تتعرض لاختبار حقيقي. واحنا خلي بالك بس انا بوضح نقطه، ده ليس انتقاصا من طيب مو انتقاص بس عشان الفكره تصل والاراء تصل تقليلا من حظوظه. جميل. وحيد على فكره هم لم يختلفوا معايا لما تتكلم تقول انه اكثر المنتخبات اقناعا. هو يقول جنوب افريقيا يقول اقوى من بوركينا فاسو. فقط اكلمه في هذه النقطه. انت قلت اكثر اقناعا، وش معناه؟ معناه ان المنتخب الجزائري اقوى مرشح. يا صابر هو ما قال خليني نكمل حاجه غلط. هو بيقول حاجه غلط. خلينا نكمل. احنا قلت لك ترشيحاتنا بنيناها قبل البطوله عكس الان. نحن نتحدث الان بعد جولتين للجزائر. بعد جولتين. المنتخب البوركينابي لو شفنا العناصر اللي يمتلكها المنتخب البوركينابي والجنوب افريقي ستجد انه منتخب البوركينابي افضل. لاعب مثل دانغو واتارا افضل لاعب في الدوري الانجليزي، من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي هذا الموسم مع برينتفورد، اكثر لاعب حصولا على ركلات جزاء. لما لاعب مثل هذا اليوم ما شفناش ولا ارتكب ولا عيسى مندي ولا بالسبعيني ارتكب خطا على دانغو تراوري، معناه انه المنتخب اليوم كان جيد. لما يكون عندك افضل مدافعين في القاره من هما؟ والتصنيف العالمي بوركينا فاسو 61 وجنوب افريقيا 62. يعني مش فيش فرق، لكن فرق في العناصر. انا تحدث عن العناصر يا وحيد تحدث عن العناصر. وانت متخصص بالارقام. انا بس هو قال كلام على لساني. بس بعطيك انا بيفصل فتحي ونرجع لصابر. وحيد شادت في جنوب افريقيا، احنا نحكي على الكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون ومصر والمغرب. لا هو قال مصر اختبر. يا وحيد يا عايشه راك التصريح نتاعك يضر بالمنتخب الجزائري. لا هذا لا انا نقول لك يضر بالمنتخب الجزائري.
كيف؟ بالطبع تحط من البار حقه يا اخي بالعلامه الكامله يا فتحي، أنا قلت بالعلامه يا الكامله ودي وانتصار ولم يستقبل اهداف. الجزائر عادش بيه في جوز مقابلات ما زلنا على وضوء كاس انا قلت في البدايه بعد زلنا العيد، لكن انا اتحدث يا بالمنطق الكرة يا لا بس ما قاطعك فتحي يا وحيد عفوا انا نتحدث منطق الكره الارضيه ما الكره كيف يا ولدي معناه يضر المنتخب الجزائري عندما تقول هو المرشح رقم واحد، بينما ما زلنا في بدايه الطريق ولم ينافس. طيب المقابلات الفاصله الهامه بس بعد يا فتحي هو بعد مواجهتين حكم، عنده حكم بعد مواجهتين. حكم فيه جانب صحيح وجانب كبير عاطفي. طيب صابر برجع لك بدر. صابر انا هتكلم في نقطتين. اولا هو بيقول لك ان صابر بيناقض نفسه، وان صابر قال ان هو الاكثر اقناعا. هو قال يناقض نفسه يعني فيما معناه بيقول لك ان صابر نفسه قال ان هو الاكثر اقناعا فيما معناه. انا ما قلت كلمه فيما معناها يعني ما انا لو قلت الاكثر اقناعا وتراجعت وقلت في حاجه ثانيه يبقى ده ان انا بناقض نفسي. انا ما قلتش الاكثر اقناعا، لفظ الاكثر اقناعا لا، انا قلت من الاكثر اقناعا من قائمه الاكثر اقناعا، وسميت معاه والزملاء حاضرين سميت معاه السنغال وسميت معاه نيجيريا وسميت معاه مصر. قلت دي المنتخبات. طيب النقطه الثانيه عشان نعطي حتى الان النقطه الثانيه واحنا بنتكلم على مقارنه. اولا انا ما ذكرتش جنوب افريقيا لوحده، بس حتى لو ذكرت جنوب افريقيا متاهل للبطوله ديت وهو اول مجموعته. بوركينا فاسو متاهل للبطوله دي وهو ثاني مجموعته. بالارقام التصنيف ما هو 61 جنوب افريقيا 62 متقاربين من بعض. مش هذا متأهل لكأس العالم وهذا غير متأهل لكأس العالم، وده متصدر مجموعته. جنوب افريقيا متأهل متصدر مجموعته، وبوركينا فاسو وصيف مجموعته اللي متأهل. لو على بدر لا بس وحيد يعني عفوا بدر الترافع اللي عمله وحيد انه قال انه المباراتين للمباراه الاولى وبعدها المباراه الثانيه لما شاف انه في انتظام على مستوى الاداء، تدرج على مستوى الاداء، المنتخب الجزائري ظهر قويا في المباراتين معا على فترات. هذا عزز بالنسبه لي الفرضيه اللي قدمها من البدايه، قائلا انه بيعتبر منتخب الجزائر من المنتخبات التي ستنافس على اللقب. ولكن لا يمكن اليوم بعد مرور دورتين او جولتين اننا نعطيو حكم مسبق ونقولوا من الان انه والله الجزائري يكون هو المرشح. تسمح لي نعم. طيب وين المشكله اذا وحيد متفائل؟ لا بس لا لحظه وحيد لحظه. وين المشكله اذا وحيد متفائل لمنتخب بلاده انتصر بالعلامه الكامله ومقنع اكثر يفرض عليه تساؤل من الاقنع لغايه الان بعد جولتين، منتخب الجزائر ام منتخب المغرب؟ لا شوف لا اريد ان نقدم مقارنات. لا استطيع ان اقدم مقارنات. لا ما بين بعد جولتين يا مشاري مقارنات ظالمه. لا بعد جولتين لا مقارنات ظالمه خلاص وضحها. انا بقول على اي اساس ظالمه؟ انا بقول مقارنات ظالمه لانه القياس صعب جدا، لان هذا يلعب في ظروف وهذا يلعب في ظروف. منتخب مالي غير منتخب بوركينا فاسو مثلا. فهمت علي؟ اصعب يبدو لي اصعب حسب ما رأيت في الميدان. أنا صراحة شفت منتخب بوركينابي أكثر منتخب ممكن في الأدوار الإقصائية راح يسبب تعب كثير لكل المنتخبات راح تقبله. منو؟ منتخب بوركينابي ليس المالي. ما شاهدناه في آخر مباراة. طيب بس فتحي يكمل بدر يخسر المباراة امام غينيا الاستوائيه. غينيا تلعب ب10 لاعبين، سجلوا عليهم هدف وكانوا قريبين انهم يفوزوا بالمباراه الاولى، لانه بوركينا فاسو جات في اخر دقائق المباراه. انا كنقول غير نقطه واحده. وين المشكله اذا هو متفائل اي من حقه. احنا الان نخاطب عقول الناس لا نتكلم بعواطفنا. يعني هو ما يخاطب عقب الناس. لا انا بقول عن نفسي. لا يعني وحيد أنا عن نفسي اعتبر انه الوقت سابق لاوانه في تقديم مرشح. طيب اذا كانت الثقه في منتخب بلاده عنده الثقه وكان معاه برافو عليه يكون عنده الثقه. هذا يعزز من فتحي ماذا قال في ثقه وحيد؟ يقول غير منطقي وغير الكره الارضيه وذكر من حق وحيد ان يعود بالرد. تفضل. شوف بدر الدين، احنا تحدثنا قبل بداية الكان قلنا المرشحين لنيل اللقب. وقتها حكمنا بدون أن تلعب المنتخبات. الآن أنا قلت لما شفت الأداء اليوم بعد الجولة الثانية قياسا بما قدمه المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري والمنتخب التونسي والنيجيري، بالنسبة أنا أقول أن المنتخب الجزائري هو أفضل منتخب قدم أداء وجه جيد في الجولة الثانية، وهذا ما يجعل منه أقوى مرشح. وأنت متفائل
مش عاطفي. مش عاطفي، لو بالعاطفي يعني عكس كلام فتحي وعكس كلام بدر. نيجيريا بالعلامة الكاملة، نيجيريا بالعلامة الكاملة، مصر بالعلامة الكاملة، مصر فازوا على جنوب افريقيا ب10 لاعبين. نيجيريا الشوط في الأول الشوط لما الثاني. لا. يعني هذول الثلاثة بالعلامة الكاملة. إذا كنت عايز توضع تراتبية منطقية على اعتبار الجولتين، وانا موقن ان ما سياتي من بعد سيفاجئنا جميعا. أكيد. والحلقات بيننا. انا اقول لك اليوم بس اذا انت عملت الجزائر ما استقبلت هدف صح؟ ما استقبلت هدف. المنتخب النيجيري عانى امام المنتخب التونسي في الدقائق الاخيره، كان ممكن يتغير كل المعطيات. رجعت لتونس دقيقه فقط. انت جيت للفتح. لو المنتخب التونسي تعادل في المباراه ما اعتقدش انه بدر الدين يقول انه قدم مباراه كبيره للمنتخب. لا عفوا ممكن تعيد لا فتحي ممكن تعيد الجمله؟ لو المنتخب التونسي عاد النتيجه امام نيجيريا ما اعتقدش انه بدر الدين راح يرشح المنتخب النيجيري. يعني هو انتقاها النتيجه، نحكي عن النتيجه بموضوعيه اكثر، يعني بمنطقيه ورأيه في منطقي. مفيش لو هنا، ما هو لو بوركينا فاسو احرزت الهدف في اخر دقيقه في الجزائر ما كناش زماننا بنتكلم دلوقتي. مفيش لو في كره القدم. طيب فتحي في النهايه منتخب نيجيريا فاز فوز مستحق بشهاده التوانسه. طيب على منتخب طيب نفس الامر يا اخي الجزائر يا فتحي نفس الشيء. ترى الجزائر انتصرت ولم تستقبل اهداف وهو واثق وهو متفائل بناء على العلامه الكامله وتاهل. يا ولدي يا وحيد، لهنا فما اجماع في العالم العربي، فما اجماع كانت تنزل الجزائر نفرحوا كان الجزائر تفوز. لكن ايضا الاجماع الوحيد هو جاء من وحيد اللي هو وحيد. لا بس لا انك يعني تلخص انه هو وحيد بهذه الفكره وهذا الراي. لا صحيح، ولا واحد فيهم مشاري ولا واحد فيهم قبل بدايه الكان رشح المنتخب الجزائري. لا انا ارشح. لا ماذا تقصد؟ لا بس عفوا ماذا تقصد؟ يا وحيد بالنسبه لي ممكن صدمه بالنسبه للمنتخب الجزائري، صدمه لفتحي وبدر وصابر لما يفوز المنتخب الجزائري باللقب هو ما رشحوا ويكون يا وحيد مش نستنى طيب نسمع من فتحي. يا وحيد حتى عام 92 حد ما رشح الدنمارك يقاوم في البحر يعوموا في النزول يحوسوا، حد ما رشح. لا بس الجزائر حظوظها اكبر من الدنمارك. لا والدنمارك كاس اوروبا. اي لا بس الدنمارك ما قبل كانت خارج واتت بدعوه، لكن الجزائر احد المرشحين مثل ما ذكر وحيد. انا ايش حبيت نقول له؟ معناها حقيقة مقابلة ولا دقيقة في مقابلة ولا ربع ساعة في مقابلة ما تنجمش تعطي حكم جازم وأنه اليوم بعد جولة ثانية المنتخب الجزائري هو الوحيد، هو أقوى أكثر مرشحين. أنا أقول لك من التبعيضية من بين متفقين معاك وعلى طول ونفرحوا، اما من اقوى لا يا وحيد يا عيش. قلت لك راك ما تخدمش مصلحه المنتخب الجزائري، راك باش تهيج الجمهور الجزائري على المنتخب الجزائري. راه مقابله ثانيه قبل. سؤال بسيط، تفرجتش مقابله كوت ديفوار وكاميرون؟ ايه تفرجت. شنو المستوى اللي ريته؟ مباراه قويه، منتخبين قويين. مرشحين ولا لا؟ كوت ديفوار مرشح. لا خلي هو يجاوب. لا يجاوب. كوت ديفوار مرشح خلاص. مع الجزائر ولا اقل من الجزائر؟ وهذا هو السؤال. هذا مش منطق في الاول اصلا. لو بالطريقه هذه اصلا توقعاتنا في بدايه الاستوديو ما كانت غلط. شو بديش حاجتنا فيه احنا توقعات؟ بس عشان وحيد يا جماعه. احنا نحكي على التوقعات. توقعات مبنيه على مباراه او مباراتين. انا ما نحكيش على طول البطوله. بس تحكم على الزملاء انها خطا وغلط. غلط، لان احنا توقعنا في بدايه البطوله منتخبات معينه واحنا لا تزال البطوله لن تبدا. وحيد معناه احنا اصلا وقعنا منتخب. يا وحيد هل تتصور الان انه في بطلان لتوقعاتنا كاملين؟ احنا لسه في الجوله الثانيه. يعني انا لا التوقع هو الفاضل. يا وحيد التوقع هو الفاضل. والله ما زال مصرا على الفكره. معناه ان التوقعات مصر على التفاؤل والثقه. بس الذي توقع منتخب السنغال توقع قائم، اللي توقع منتخب المغرب توقع جميل. عشان لا نعيد الفكره نعطي صابر نختم بهذه الفكره. صابر اهم حاجه بس انا عايز اركز عليها كلام وحيد من حقه يتكلم فيه. هي بس القصه اختلاف في وجهه نظر في حرف من
من اقوى المرشحين، او من انه هو اقوى المرشحين بالفعل. انما ترشيحنا لعدم او عدم ترشيحنا في البدايه لمنتخب الجزائر ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري، ولكن عطفا على النتائج الاخيره. المنتخب الجزائري في النسخه الماضيه خرج من الدور الاول، المنتخب الجزائري في النسخه قبل الماضيه خرج من الدور الاول. ليس تقليلا من قدرات المنتخب الجزائري، ظهوره بهذا الوجه الجيد يسعدنا جميعا. بس من حقه يا صابر. اما انا عشان كده بدات كلامي بايه؟ ان هو من حقه. لا تمام. وسند وفند. سؤال مشاري كان مفخخ. لا 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 ترجع علي الحين. لا 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 شوف لا يا هو قال وحيد. إذا فتحي صح وصابر صح وبدر صح. أنا فتحي حتى مشاري أنا سألتك هو انا معاك يا وحيد، انا معاك. لكن فقط مشاري سالني شوف بطريق ظهرك بعد الجوله الثانيه، هل تعتقد ان المنتخب الجزائري مرشح من مرشح يعني هم بعدين ما بعد الجوله الثانيه علي انا قياسا بمشاري. لا اسمع، العمليه سهله. سؤال فيه فخ وفخ، وانت تقعد في الفخ. لا هو من حقه يرشح. اجبت حسب السؤال. جميل. رجل المباراة معنا معكم ابراهيم مازة، احنا بنطلق عليه ابو خليل يا صابر، بس استحق ابو خليل ابراهيم جائزة افضل لاعب في المباراة. يستحق ابراهيم مازة. انا شايفه عنوان المرحلة بالنسبة للكرة الجزائرية وعنوان المستقبل. الكرة الجزائرية مشاري في السنوات الأخيرة كان الكل بيعيب عليها، يعني كبار السن او ما يطلق عليهم المخضرمين فعلا كان عددهم كتر في المنتخب الجزائري. النهارده عندنا ابراهيم مازة، عندنا حاج موسى، عندنا 12 لاعب موجودين في منتخب الجزائر بيشاركوا في على مستوى عالي، تدرج مستوى عالي جدا جدا. يعني وحيد صح في ترشيحاته للمنتخب بلاد 12 لا لاعبين يقول لك على مستوى عالي جدا. 12 لاعب بيشاركوا لاول مره. لما يتحدث على الارقام اسمع يا وحيد، 12 لاعب بيشاركوا لاول مره في افريقيا، ما كناش بنشوفها في النسخ اللي قبل كده، كان بيبقى 2 3 لعيبه بالكتير. النهارده في يعني اقحام للاعبين صغار السن بشكل جيد جدا، يبشر بالخير لمستقبل الكره الجزائريه، بس ما بعد البطوله ان شاء الله، لان البطوله دي محجوزه لنا ان شاء الله. تعرف يا مشاري اول واحد سيلوم وحيد مين؟ المدرب بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري. قبل بدايه البطوله قال على انه اقصى شيء يمكن نروح له هو نصف النهائي، لاننا بصدد بناء فريق بشخصيه جديده، يعني بوجوه جديده اللي تكلم عليها صابر. حيلوموا لانه يقول له انت توضع علينا هذا الضغط من